الدين منزلش ضوابط تخنق وتحرم عليك كل حاجة. الدين نصايح ربانية من اللي خلقك للي يصلحك ويرقيك ويبعد عنك كل اللي يضرك ويؤذيك. أما الله سبحانه وتعالى فمش مستفيد أي حاجة، وهو قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فكر معايا في المثل ده. طول عمر اللعب عند الشباب لذ بكتير من المذاكرة، لكن بخبرة الأب والأم وحبهم لعيالهم هيفضلوا دايما يقولوا: ذاكر، نظم وقتك، رتب أولوياتك. وده حب مش قيود. التهور والسواقة على 140 بالعربية متعة عند كتير من الشباب اللي بيحب الجري، لكن الدول حطت قوانين صارمة علشان متعتك ما تتعارضش مع المصلحة العامة وإيذاء الآخرين وإيذائك أنت نفسك. ودي مش قيود، دي حماية. وكذلك الدين والشريعة نزلت للعناية بك وليست قيودا. تفهم بقى ساعتها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ما قال لك: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. الضلال يعني الضياع. ربنا بيحميك بالدين من الضلال.